اطمنوا، مفيش حرب، ولا حرب خليجية ولا حرب إيرانية ولا نهاية عالم ولا صواريخ بكرة الصبح. ورسالتي لكل صناع المحتوى: انتم بتهولوا وبتتكلموا كأننا داخلين حرب آخر الزمان علشان تفاعل لا أكتر ولا أقل. خلينا نتكلم بتحليل منطقي والأيام بينا وهنشوف العقل بيقول إيه. في حلقتنا النهاردة، ليه بنقول مفيش حرب أصلاً؟ الحرب مش بوست ولا عنوان مستفز ولا فيديو ب100,000 مشاهدة. الحرب حسابات، وأول حساب مين اللي هيدفع التمن. الخليج هيخسر استقرار ونفط وملاحة. إيران هتفتح على نفسها جبهة هي مش مستعدة ليها. أمريكا مش فاضية لحرب جديدة. إسرائيل مش عايزة تولع المنطقة، هي عايزة توجع بس بهدوء. يعني باختصار، ولا طرف مستفيد من حرب شاملة. طيب الناس ليه حاسة ان في حرب جاية؟ علشان في تحركات. بس التحركات دي معناها خليك في حدودك، مش معناها اضرب. ووجود سفن او جاهزية قواعد او حتى تصريحات بالتهديد، دي اسمها ردع، مش اعلان حرب. الضربات المحتملة بس نفهمها صح. خلينا نكون صراحة، مفيش حرب، لكن في ضربات محتملة. ايه شكلها؟ محدودة، دقيقة، سريعة، برسالة واضحة. مش احتلال، مش اجتياح، مش نار في كل حتة. ضربة بتقول احنا نقدر نوصل بس مش عايزين نكمل. وده فرق ضخم. الخليج فين من ده كله؟ الخليج اخر واحد عايز نار. الخليج دلوقتي في وضع تهدئة واستثمار وفي استقرار وفي شغل على المدى الطويل. واي حرب هتكسر اللي اتبنى. علشان كده مفيش حرب خليجية ايرانية. ملهاش تهويل، عناوين اخر الزمن وتخويف الناس وبيع القلق والوهم. الناس محتاجة فهم مش هلع. المحتوى اللي يخوف سهل، لكن المحتوى اللي يشرح هو الأصعب. وده المفروض يكون دور صناع المحتوى. إيران مش بتتحضر لحرب، إيران بتتحضر إنها ما تنضربش. وأمريكا مش داخلة حرب، هي داخلة منع حرب. وإسرائيل بتلعب على الوجع مش على الاشتعال. فاطمنوا، مفيش حرب، بس خليك صاحي وراقب العلامات وسيبك من اللي بيبيعوا الرعب. طيب احنا امتى هنقلق؟ مش كل يوم ولا مع كل خبر نقلق، بس لو شفنا لغة سياسية اتغيرت لازم نقلق. بحر بيتقفل، طيارات تغير مسارها، دول بتسحب رعاياها في هدوء، صمت غريب قبل حدث كبير، ساعتها نقول كده في حاجة. غير كده توتر عادي، لعب أعصاب، شد وجذب. تجهيزات الحرب زي ما تشوف زي أيام حرب الخليج. صدام جاب دباباته على الحدود وحرك الجيش. أمريكا جهزت الجيوش كلها بما فيها الدول العربية واتحركوا وبقوا جاهزين للضربة. بقت في خلاص حشود هنا وحشود هنا واستعدادات هنا واستعدادات هنا. شوف التجهيزات اللي عملها، والأخبار كانت عاملة ازاي، والدبابات اتحركت ازاي، والجيش اتحرك ازاي. ساعتها تعرف ان في حرب فعلا على الحدود، وفي حاجة هتتعمل، وفي حرب شاملة هتقوم. في النهاية مش كل صوت عالي معناه خطر، ومش كل هدوء معناه الأمان. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.